ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. هذا يا إخوتاه ميدان عمل وساحة جهاد. والمغرور في مكان نائٍ عن هذا السبيل. ما للمغرور وللكلام في هذا. أما من سمت نفسه إلى السعي في نجاة نفسه وبلوغ حظها من رحمة الله عز وجل ورضوانه وجنته، فعليه أن يجاهد، عليه أن يستغل ما بقي من هذه الأنفاس التي ستصل إلى نهايتها في وقت قريب. عليه أن يجاهد في تحصيل هذا الأمر. جاهد نفسك. لا شيء أشد عداوة لك من نفسك التي بين جنبيك. بينك وبين الوصول إلى الله عز وجل جبل عظيم، كما يقول ابن القيم رحمه الله، هو نفسك. لن تصل إلى الله عز وجل حتى تتخطى هذه العقبة الكأداء. جبل عظيم وفيه ما شاء الله من أودية وشعاب وهوام وأشواك ولصوص، تحتاج أن تجاهد نفسك في تخطيها حتى تصل إلى مبتغاك. فالله الله يا إخوتاه بالمجاهدة. اعرف نفسك واعرف حالك، اعرف أين تكون وأين تقع وأين تقف وما هي مرتبتك في هذه المقامات العظيمة. وإياك وأن تكون من المغرورين الذين إذا فعلوا شيئا من الطاعة اغتروا وشبخوا بأنوفهم وشعروا أنهم أتوا بكل ما يجب لله سبحانه وتعالى عليهم وبكل ما يستحقه سبحانه منهم. وهذه والله غفلة عظيمة. شأن الله عظيم وما يستحقه على عباده كبير. لا أحد يقدر على أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الرجوع إلى الله والإنابة إليه والاجتهاد وبذل العذر. والله لو سجدت لله عز وجل سجدة واحدة منذ أن تولد وإلى أن تموت والله ما أديت حق الله عليك. فلنجتهد يا إخوتاه ولنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصلح قلوبنا وأن ينور بصائرنا. وبأن يذهب عنا نزغات الشيطان، يحسن لنا الختام. لعل هذا القدر فيه الكفاية إن شاء الله، ولنا لقاء يتجدد بعونه سبحانه في يوم غد بإذن الله. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله. ممكن تأجيل هذا؟